وينزداي مش شخصية عادية، من أول لحظة هتحس إنها مختلفة، هادية وغامضة، والطريقة اللي بتفكر بيها اللي بتختار تخبيها جواها بدل ما تقولها، وكل التفاصيل الصغيرة في تصرفاتها كلها بتديها طابع خاص بيها. النهاردة هنتعمق في شخصية وينزداي وهنعرف هي ليه شخصية مؤثرة ومميزة جدا. وياريت قبل ما نبدأ تشترك في القناة وتعمل لايك، ويلا بينا نبدأ. لو رجعنا خطوة ورا قبل مسلسل وينزداي لازم نفهم ان شخصية وينزداي مش شخصية جديدة ولا معمولة فجأة، دي شخصية ليها تاريخ طويل جدا. اصل شخصية وينزداي جاية من عيلة ادمز، والعيلة دي اتخلقت على ايد رسام مشهور اسمه تشارلز ادمز. وينزداي في النسخ القديمة ما كانتش شخصية محورية قوي، كانت طفلة قليلة الكلام، دايما باين عليها البرود وبتقول جمل قليلة بس دايما بتبقى تقيلة وملهاش دعوة بأي حد. مع الوقت وخصوصا في افلام التسعينات الشخصية ابتدت تاخد شكل اوضح، بقت اذكى اكتر سخرية واكتر سوداوية، بس لسه دايما في الاطار الكوميدي. التحول بقى الحقيقي هنا حصل لما تقرر انه يتعمل مسلسل كامل يكون بطولته وينزداي نفسها، مش مجرد شخصية جانبية. هنا دخل اسم مهم جدا في الموضوع، تيم بيرتون. تيم بيرتون معروف انه بيعشق الشخصيات الغريبة المنعزلة اللي حاسة ان مش شبه العالم اللي حواليها، وده اللي خلى وينزداي بالنسبة له شخصية مثالية. الفكرة الأساسية للمسلسل ما كانتش إنهم يعملوا نسخة جديدة وخلاص، لأ، كانوا عايزين ياخدوا جوهر وينزداي القديم ويحطوه في قصة ناضجة أكتر تناسب جيل جديد، من غير ما الشخصية تتحول لحاجة لطيفة أو كيوت. بالعكس، الهدف كان إن وينزداي تفضل باردة وقاسية شوية ومش مهتمة ترضي حد. أول قرار مهم اتاخد في بناء شخصية وينزداي كان إن وينزداي تبقى مراهقة مش طفلة. القرار ده فرق كتير جدا لأنه سمح إن الشخصية يبقى ليها صراعات نفسية أعمق ومشاعر معقدة ومواقف أقرب للناس كتير حست بيها في سن المراهقة، زي الإحساس بالانعزال وعدم الانتماء ورفض المجتمع. بعد كده جه دور اختيار الممثلة، وده كان من أهم الحاجات اللي اتحددت بدري، اختيار جيانا أورتيجا. ما كانش صدفة، جيانا من البداية كانت عايزة الشخصية تطلع مختلفة عن أي بطلة شفناها قبل كده. هي نفسها رفضت إنه ازاي تبقى شخصية بتبتسم كتير أو بتتعاطف بشكل مباشر مع اللي حواليها. في كذا مشهد اتغير أثناء التصوير بسبب اقتراحات منها، وده موثوق في لقاءات حقيقية. الفكرة هنا بقى ان جينا اورتيجا درست كل النسخ القديمة لعيلة ادمز، بس في نفس الوقت كانت مصممة انها ما تقلدش اي نسخة اتعملت قبل كده. هي كانت شايفة ان وينزداي لازم تبقى ثابتة نفسيا، يعني مش شخصية بتتغير بسرعة او بتنهار بسهولة، وده اللي خلى تعبيرات وشها قليلة جدا ونظراتها ثابتة وكلامها محسوب. حتى طريقة الكلام نفسها كانت مقصودة، وينزداي في المسلسل بتتكلم بنبرة هادية من غير تعبيرات صوتية كتير، وده مش ضعف اداء، ده اختيار واعي عشان يحسسك ان الشخصية مش بتدي مشاعرها لاي حد بسهولة. نخش بقى على الشكل الخارجي. اللوك بتاع وينزداي من اكتر الحاجات اللي اشتغلوا عليها بدقة. اللبس اغلبه اسود، مش بس اسود وخلاص، كل قطعة لبس مختارينها عشان تبقى بسيطة وعملية وفي نفس الوقت مش ملفتة، كأن الشخصية بتقول انها مش محتاجة تلفت انتباه اي حد. لما بتلبس فساتين او لبس رسمي بيبقى دايما فيه التزام بالشكل الكلاسيكي من غير اي زينة زيادة. المكياج كان خفيف جدا شبه معدوم، لان الهدف ان الملامح تبقى حقيقية حادة وباردة ومفيش تزييف ولا محاولة لتجميل زيادة. البشرة الشحبة والعيون الواضحة كأنه جزء من الهوية البصرية للشخصية. حتى لغة الجسد كانت مدروسة، وينزداي بتمشي مستقيمة، كتفها مفرود، مش بتتحرك كتير، ايديها دايما قريبة من جسمها. كل ده بيدي احساس بالتحفظ والانغلاق، ودي حاجات متماشية جدا مع شخصيتها. كتابة السيناريو اتكتب بطريقة تخلي وينزداي دايما مختلفة عن اللي حواليها. هي مش بطلة بتحاول ترضي الناس ولا بتدور على حب أو قبول اجتماعي، أغلب تصرفاتها نابعة من قناعاتها الشخصية مش من رد فعل على الناس. الذكاء بتاع وينزداي مش ذكاء استعراضي، هي مش بتشرح إنها ذكية، هي بتتصرف كده وخلاص. حلولها دايما مباشرة، أحيانا قاسية بس منطقية جدا من وجهة نظرها. المسلسل كمان كان حريص انه ما يحاولش وينزداي لشخصية شريرة. هي مش شريرة، هي بس مش عاطفية. الفرق ده مهم جدا، وده اللي مخلي ناس كتيرة حست ان الشخصية قريبة منها، خصوصا الناس اللي بتحس انها مش شبه المجتمع اللي حواليها. الموسيقى والتصوير لعبوا دور كبير في تكوين الشخصية. الموسيقى غالبا هادية وسوداوية وما فيهاش انفجارات عاطفية. الكادرات دايما متزنة مش مهزوزة، وده بيدي احساس بالثبات والبرود، نفس احساس وينزداي بالظبط. حتى مدرسة نيفر مور اللي الاحداث فيها بتحصل متصممة عشان تبقى انعكاس للشخصية. مكان قديم وغامض ومليان تفاصيل بس مش مريح، كأن المكان نفسه بيقولك ان وينزداي هنا مش عشان تتغير لكن عشان تكون نفسها. انا شايف ان النجاح الكبير اللي حققته الشخصية ما كانش بسبب شكلها بس، لكن بسبب الصدق في تقديمها. مفيش محاولة لارضاء الجمهور، مفيش تلطيف زيادة، ومفيش تغيير في جوهر الشخصية عشان تبقى محبوبة. بالعكس، الشخصية اتحبت لأنها مختلفة وصريحة ومش بتحاول تمثل. وينزداي من النوع اللي شايف العالم مكان فوضوي مليان نفاق ومجاملات ملهاش معنى، عشان كده بتختار الصمت أغلب الوقت. مش ضعف، لكن لأنها شايفة إن أغلب الكلام ملوش قيمة. هي لما بتتكلم عشان تقول حاجة حقيقية حتى لو كانت قاسية أو موجعة.
نفسية وينزداي مبنية على فكرة السيطرة على مشاعرها، على تعبيرات وشها، على ردود فعلها. هي مش بس بتحب تكون مكشوفة، لأن في دماغها اللي بيكشف نفسه بيبقى ضعيف. عشان كده نادرا ما بنشوفها بتنهار أو تعبر عن حزنها بشكل مباشر، مش لأنها مش بتحس، بالعكس لأنها بتحس أكتر من اللازم، بس مش عايزة تدي الإحساس ده لأي حد. وينزداي كمان عندها وعي عالي بنفسها، هي عارفة انها مختلفة ومش شايفة الاختلاف ده مشكلة، بالعكس هي رافضة تماما فكرة انها تحاول تبقى شبه اللي حواليها. ده بيخليها دايما واقفة في مسافة ما بينها وما بين الناس، مسافة امان. القرب بالنسبة لها خطر، لان معناها ان اي حد ممكن يشوفها ضعيفة. لو ركزنا اكتر هنلاحظ ان وينزداي عندها مشكلة مع فكرة الانتماء. هي مش حاسة انها بتنتمي لأي مكان بشكل كامل، حتى وسط ناس شبهها لسه حاطة مسافة. ده احساس ان ناس كتيرة بتمر بيه في سن المراهقة، احساس انك مش لاقي مكانك وانك دايما غريب شوية عن الجو اللي حواليك. وينزداي كمان عندها طريقة تفكير عقلانية جدا، بتفصل المشاعر عن القرارات. مش بتاخد قرار عشان قلبها، لأ، هي بتاخد عشان شايفاه انه الصح من وجهة نظرها، وده اللي بيخليها احيانا تبان قاسية او باردة، بس في الحقيقة هي صادقة مع نفسها. هي مش بتحب تمثل مشاعر هي مش حاساها. من الحاجات المهمة جدا في شخصيتها انها مش بتطلب التعاطف، مش عايزة حد يشفق عليها ولا يواسيها ولا يحاول يصلحها. هي مش شايفة نفسها مكسورة اصلا، دي نقطة فارقة جدا، لان اغلب الشخصيات اللي شبهها في اعمال تانية بتتحول في الاخر لشخصيات اتصلحت. وينزداي لا، هي بتتطور بس من غير ما تتخلى عن نفسها. كمان الشخصية دي عندها جانب مظلم، بس مش بمعنى الشر. المظلم هنا بمعناه انها متصالحة مع فكرة الموت، الخوف والحزن والحاجات اللي اغلب الناس بتهرب منها. ومن اكتر الحاجات اللي بتخلي الشخصية واقعية ان وينزداي مش شخصية مثالية، عندها عناد، عندها غرور فكري، شايفة نفسها اذكى من ناس كتير، وده احيانا بيخليها ترفض المساعدة حتى لو محتاجاها، وده عيب انساني جدا. باختصار وينزداي بتمثل فئة كبيرة من الناس اللي كبرت وهي حاسة انها مش شبه حد، ناس اتعلمت بدري تعتمد على نفسها وتبني جدار حوالين مشاعرها، مش لانهم قاسيين لكن لانهم اتعلموا ان هو ده الامان. نيجي بقى لأغرب حاجة في المسلسل، وإن في شخصيات كتيرة جوه المسلسل حبت شخصية وينزداي جدا. في سبب واضح خلى ناس كتيرة ترتبط نفسيا بوينزداي، والسبب ده مش معقد خالص. وينزداي بتمثل إحساس ناس كتيرة عندها، إحساس إنك مش شبه اللي حواليك. مش شرط تبقى مكتئب او كاره الحياة، لكن حاسس انك مختلف شوية وطريقتك في التفكير مش دايما مفهومة. وينزداي مش بتحاول تبقى لطيفة عشان الناس تحبها، ومش بتضحك عشان تمشي الدنيا. هي بتتصرف بطبيعتها حتى لو ده خلاها تبان باردة، وده بالظبط اللي الناس كتير حست انه حقيقي، لانه في الواقع مش كل الناس اجتماعية، ومش كل الناس بتحب الكلام الكتير او المجاملات. كمان وينزداي دايما معتمدة على نفسها، مش بتجري ورا حد ومش محتاجة حد عشان تثبت له قيمتها. الفكرة دي خلت بنات كتير تحس انها قوية، وشباب كتير يحسوا ان شخصيتها مستقلة ومش بتتأثر بسهولة جوه المسلسل. يعني مثلا لما نبص على علاقتها بإيند هنلاقي حاجة بسيطة وواضحة. إيند عكسها تماما، اجتماعية ومتفائلة، ومع كده الاتنين قدروا يبقوا صحاب. ده بيورينا ان الاختلاف مش معناه ان الناس ما ينفعش تتفاهم. وينزداي ما كانتش بتقول كلام حلو كتير لإيند، بس في مواقف كتيرة كانت بتقف جنبها بطريقتها، وده نوع من الصداقة واقعي، مش لازم كله أحضان وكلام كبير. أما بالنسبة للشخصيات الرجالة اللي كانوا معجبين بيها زي تايلر وإكسيفير، فالموضوع كان بسيط برضه. هما كانوا شايفين فيها شخصية مختلفة، ذكية وغامضة، ولكن وينزداي نفسها ما كانتش مركزة قوي في الحب. ده مش معناه انها مش بتحس، لكن اولوياتها كانت مختلفة. كانت مهتمة تفهم اللي بيحصل حواليها اكتر من انها تدخل في علاقة. موضوع تايلر بقى اللي كان في الموسم الاول مهم جدا عشان ناس كتيرة فهمته غلط. وينزداي فعلا كان عندها مشاعر ناحيته، يمكن مش حب بالشكل التقليدي الرومانسي اللي فيه كلام كتير ومشاعر معلنة، لكن كان في اعجاب وثقة بتتكون واحدة واحدة. هي قبلت تخرج معاه، قبلت تقعد معاه، وده بالنسبة لشخصية زيها خطوة كبيرة جدا. ونس مش من النوع اللي بيدخل في علاقة بسهولة، عشان كده مجرد انها تفتح باب صغير لحد ده معناه ان الشخص ده مهم بالنسبة لها. وده بالظبط اللي حصل مع تايلر. كانت شايفاه انه حد طبيعي هادي ومختلف عن اللي جوه المدرسة، ويمكن ده اللي خلاها تحس بنوع من الامان. لكن لما اكتشفت حقيقته في الموسم الاول، الصدمة ما كانتش بس لانه خدعها، الصدمة كانت انه كسر الثقة اللي هي اصلا بتديها بصعوبة. عشان كده رد فعلها كان عنيف لما ربطته وواجهته. ده ما كانش انتقام، ده كان احساس بالخيانة. كانت حاسة انها غلطت في حكمها وانها سمحت لنفسها تقرب زيادة. النقطة المهمة ان وينزداي رغم كل ده واضح انها اتأثرت. هي مش شخصية بلا مشاعر، بالعكس هي حست بخيبة امل حقيقية، بس طريقتها في التعامل مع الألم مختلفة. بدل ما تنهار او تعيط بتتحول لسيطرة وغضب. وفي الاخر اقدر اقول اللي بيخلي وينزداي شخصية مميزة مش بس غرابتها او البرود اللي باين عليها، لكن الحقيقة انها صادقة مع نفسها قبل اي حد تاني. هي مش شخصية سهلة تتعامل معاها ومش دايما واضحة للناس، وده اللي بيخليها غامضة وجذابة، وفي نفس الوقت لكنها مش حجر، عندها مشاعر حقيقية وبتفكر قبل ما
ما تثق في اي حد. كل خطوة قريبة من حد حتى لو صغيرة بالنسبة لها بتبقى مهمة جدا، وده اللي الناس لاحظوه وحسوا بيه. وين ازاي شخصية قوية مستقلة وغامضة، وده اللي خلاها مؤثرة فعلا على اللي شافوها. والشخصية دي مختلفة حقيقي وفيها عمق مش لازم يتفسر كله بالكلام، بس كل حاجة فيها محسوبة وبسيطة. وفي نفس الوقت واكيد تقديم جيانا اورتيجا كان ممتاز وخلى الشخصية تظهر بالشكل اللي يلمس الناس ويحسسهم بيها. بس كده ونكون خلصنا، ولو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة، وسلام.